في محافظة صلاح الدين نشر سرايا السلام أكثر من 10,000 عنصر في المناطق الممتدة غرب مدينة سامراء وصولا إلى تخوم الفلوجة، تأمينا لطرق الإمداد المتقدمة في عملية تحرير المدينة، إضافة إلى منع عملية التسلل والالتفاف حول القطاعات المشاركة في عملية تحريرها. تم نشر بتنسيق عالي ومباشر من قبل القوات الأمنية العراقية بنشر 13,000 عنصر من سرايا السلام على المناطق الحدودية التي تجري فيها الآن العمليات العسكرية. الغرض من هذا الانتشار هو أولا فتح منافذ للعوائل الآمنة، وكذلك تأمين طرق الإمداد للقوات المتقدمة في مدينة الفلوجة، كذلك منع عملية التسلل والالتفاف حول القطاعات المتواجدة في معركة الفلوجة. وجودنا هنا هو مساندة للقوات العراقية وكذلك للحفاظ على العوائل الآمنة. وكان الاتفاق مع الأخوة في الحشد الشعبي بعدم دخول قوات الحشد الشعبي إلى المناطق المدنية وجعلها حرب بين القوات المتواجدة المتمثلة بالجيش العراقي والشرطة العراقية مع هذا العدو الداعشي، وإبعاد كل يد تريد النيل من هذا الوطن والبلد الجريح. فكان الاتفاق بأن تنتشر سرايا السلام على المناطق الحدودية التي تجري فيها الآن المعارك في مدينة الفلوجة. فكان انتشارنا هو في هذه المناطق هو من أجل حماية المدنيين. تعرض مستمر. كيف تعرض؟ يعني اكو تعرض تسلل عن باتجاه بطريقة الزوارق، واكو تعرض يكون باتجاه التسلل من فرار بصحراء الفلوجة والرمادي باتجاه قطعاتنا. وحصل تعرض قبل فترة، يعني قبل يومين، بعجلات كانت يعني ناقلة مدرعة تم معالجتها الحمد لله والشكر ولاذوا بالفرار. عمليات تحرير الفلوجة قام رجال سرايا السلام في سامراء بتأمين جزيرة سامراء محاذية للفلوجة، والحمد لله تم تصدي لزوارق تابعة لعدو الدواعش، وكذلك تم التصدي لسيارة مدرعة مفخخة في الجزيرة، وكذلك الحمد لله تم إجلاء أغلب العوائل الهاربة من الفلوجة عن طريق البحيرة. الحمد لله الوضع مسيطر عليه بالتعاون مع الشرطة الاتحادية والجيش العراقي والحشد الشعبي.